نقدر هنا نضيف عليه كمية زيت معقولة وننتظر حتى يسخن معنا، وبعدين ننزل عليه الدجاج منزوع الجلد، والدجاجة تكون مقطعة 8 قطع، بعدين ننزل عليه ننتظر حتى يتكمر معنا، بعدين ننزل عليه البصل، والبصل يكون مقطع شرايح. طبعا هنا انتظرنا البصل حتى يتكرمل معنا، بعدين نزلنا عليه الصويا على اساس تعطينا لون للدجاج. طبعا عندنا هنا الدجاج مستوي بنسبة 70%. وهذه الخضار الكوسة مع الباذنجان مع البطاطس والفلفل قطعناها شرايح، بعدين اضفناها على الدجاج، وما شاء الله زي ما تشوفون تقميرة الدجاج. استخدمت بهارات مميزة، طبعا هذا هو رقمهم، تقدروا تتواصلوا معهم على الواتس. بهاراتهم جدا ممتازة ومجروشة، عندهم الحار وعندهم البارد، انا طلبت من عندهم البارد جدا ومتوفرة عندنا هنا في محايل، تقدروا تطلبوا اي. بعدين اضفت كوبين مويه واضفت عليه الملح وغطيت عليه تقريبا ربع ساعة على نار متوسطة. وطبعا هذا القدر الثاني استخدمته على اساس احط فيه الرز، طبعا استخدمت رز ابو كاس، واضفت عليه شوية زيت واضفت الملح، بعدين اضفت عليه المويه الساخنة. طبعا الرز غسلناه بدون ما ننقع الرز ابدا. هنا غطيت عليه 10 دقائق على اساس يستوي معنا 70%. ما شاء الله زي ما تشوفون الحبة النثرية. بعدين وضعت الرز على الدجاج والخضار بعد ما استوى معنا الدجاج والخضار بنسبة 90%. ما شاء الله عينكم على حبات الرز. وبعد ما غطينا الخضار اضفت عليه موية الزعفران واضفتها مع الاطراف على اساس احصل على طبقة 3 الوان وقت التحضير، وغطيت عليه 5 دقائق، وهذا هو بعد 5 دقائق صار معنا جاهز. ونقول بسم الله ونجرب افضل مقلوبة بافضل طريقة واسهل طريقة. ما شاء الله زي ما تشوفون الخضار معنا اخذت لون البصل المكرمل. تقدر تستثني صلصة الصويا بس لازم تزود بصل على اساس يتكرمل معك ويطلع لك رز 3 الوان مثل ما تشوف، اللون الاصفر واللون الابيض واللون البني. جربوا هذه الطريقة حقتها جدا سهلة، راح انزل لكم المقطع في الملف التعريفي، تقدروا ترجعوا له اي وقت. فليعلم الجميع ان من طبخ هذه الأكلة انه طباخ ماهر وخارق للعادة، وجب علينا ان نعطيه جائزة احسن طباخ في العالم.